بعد اعتراف المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم وطبقا لفصول القانون الجنائي المغربي، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام على المتهمين عين حاء وعين ميم ومن قاف الموجود في حالة فرار، وبعقوبة السجن المؤبد على المتهم الرابع غين زاي، وعلى المحكوم عليهم بالصائر ومصادرة البندقية والسكين لفائدة الخزينة العامة، وبإرجاع باقي المحجوز لأصحابه الشرعيين. جيتوا ومرحبا ومرحبا والف مرحبا. جيتوا وعلاش علاش كاع جيتوا؟ علاش الخير موجود. شحال من فدان وفدان، شحال من خضره وخضره، وشحال من فاكهه وفاكهه. زهرات الدنيا، زهرات والارض نورات حتى تولي الغمره مطا، والحوض تحت الفدان، والبيار تورد كل عطشان. حي علاش جيتوا كاع؟ علاش نتوما الواقفين في الطريق وموجدين العده؟ فراسكم شي عنايه ولا غير الهضره؟ فراسكم شي عنايه ولا غير الهضره؟ اللفت ولات شحمه، في القلوب ما بقات رحمه. هدا سيري، حيد بالك من الطريق، حيدوا عليا، بالك، هدا وانت حي. القضية رقم 152/83، غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات. التهمة ارتكاب القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار وعدم الإشعار بوقوع جناية، وإتلاف أدوات السقي، وإتلاف المزروعات، واقتلاع الأشجار مع العلم أنها في ملك الغير، وإتلاف مأوى مخصص للحارس. مهما تعاقبت القطارات وتتالت، فلن تستطيع أن تحمل معها ذكريات الجريمة التي اهتزت لها جوارح أهل دوار ولاد عمي عيسى في تلك الليلة من رمضان 1983. جريمة دبرتها مجموعة من سكان القبيلة حتى يتخلصوا من منافس مرشحهم في الانتخابات القروية آنذاك، واتخذت كذريعة لارتكابها حادثة سير. حين زرنا المنطقة حاولنا التعرف عن بعض الجوانب الغائبة في المحضر، فعملنا على استدراج البعض في الكلام، لكن كلمة الله أعلم واجهت كل سؤال طرحناه، وكأنها كلمة سر
تداولها سكان الدوار فيما بينهم، كلمة تدل على مدى عسر الأوقات التي مروا بها. كان الضحية يشغل منصب الخليفة الثالث للرئيس في المجلس ذاك الوقت، وحين افتتحت لائحة التسجيل عدل عن تقديم ترشيحه وقرر الاستراحة والاهتمام بأشغاله الفلاحية. وفي يوم 16 ماي 1983 تقدم إلى منزله أعيان من الدوار وبعض سكان الدائرة الانتخابية وطلبوا منه ترشيح نفسه ووعدوه بالتصويت لصالحه وأنه لن يتقدم أحد غيره بالدائرة، ففعل. إلا أنه فوجئ يوم 21 ماي اليوم الأخير المقرر لإغلاق الترشيحات بعين حاء يتقدم كمنافس له. ومنذ ذاك الحين بدأت المشاكل، مطاردة دائمة وتهديد بالقتل. وقد اشتكى الضحية إلى السلطة المحلية وحاول التخلي عن المشاركة، إلا أن هذه الأخيرة أعلمته أن الوقت قد فات. أثناء الحملة كان التوتر يسود الأجواء من هجوم واعتداءات بالضرب وقطع الطريق على أنصار هذا الطرف أو ذاك، وبقي التهديد بالقتل والتحرش بالضحية مستمرا حتى بعد ظهور نتائج الانتخابات. وقد أكد الضحية أكثر ما مر لعائلته أنه سيقتل لا محالة من طرف عين حاء وأتباعه. الوالد كان عضو في الجامعة القروية، كان كيشغل منصب الخليفة الثالث في الفترة الانتخابية ديال 76. وفي هذيك المدة الوقت اللي جات الفترة الانتخابية ديال 83 باش غادي تعاود الانتخابات، جدد الترشيح ديالو ورغموا عليه السكان ديال الدوار، كان باغي يتنازل على القروية ورغموا عليه السكان ديال الدوار جاو عنده حتى لهنا ورغموا عليه باش يترشح مرة ثانية. الوقت اللي ترشح وقبل ما يترشح كان عنده حجازات مع السلطة المحلية. في ذاك الوقت كانت عنده نزاعات مع السلطة المحلية في الفترة الانتخابية ديال 76 ومع الرئيس ديال القروية هذاك الوقت اللي جدد الترشيحات ديالو في 83 قرروا باش وتعطى التعليمات باش ما ينجحش الوالي. آنذاك رشحوا ضدو جوج الناس. ياه هادشي كلشي على ترشح. خويا بياش الراي في الخضره قالوا لنا تنوض ترشح، نقضوا القبيله باينه وقال نوض يترشح، نوض ترشح. انا فارق عليا، هو هذه القضيه هي. عين حاء هو الآخر لم يكن يفكر بالانتخابات، لكنه تقدم للمشاركة فيها نزولا عند رغبة سكان الدوار الذين ألحوا عليه حتى لا يتركوا المجال خاليا لسين صاد. على ما كان كيحكي لنا الوالد، داكشي اللي كان كيحكي لنا، قال لنا ودي جات 97 طون ديال النخاله وفرقها القايد بيدو، جات 97 طون ديال النخاله صيفطتها العماله وعطاوها للمواطنين في هذاك الوقت لان هو كان جفاف، وجات فارنه وكانوا كيعاونوا الناس. القايد كان
ضد الوالد. علاش؟ لأنه هو كان ما يبغيش يدير داكشي. هذا هو السبب علاش نوض ليه هذوك المنافسين وقال لهم اجيو ترشحوا ضده. مازال عن الانتخابات 24 ساعة. كان الضحية تقدم لرجال الضابطة القضائية بشكاية مفادها أنه بعد ما كانش يرغب في الانتخابات، وبعد ما أرغبته القبيلة أو الدائرة الانتخابية ديالو على أنه يعاود يقدم نفسه، وبعد ما كان كينتظر على أنه يكون إجماع لدى هذه الدائرة من جميع سكان القبيلة، فوجئ في آخر لحظة، في آخر يوم القبول الترشيحات بالسيد عين حاء يتقدم ضده للانتخابات. سيقول هو على أنه بحكم أنه متمرس وأنه ماشي هذه المرة الأولى اللي تقدم، هذا الأمر لم يحرك فيه أي شيء ولم يحرك فيه ساكنا، ولكنه فوجئ بهذا الغريم أو هذا الشخص اللي تقدم ضده ما تيبقى شايف في إطار الانتخابات فقط، ولكن أنه بدا كيتحرش به وبدا تيحاول يقلل من القدر ديالو أمام السكان، وبدا تينتقدو، وأن هذه الأشياء كلها انتقاد والتقليل من القدر كلها قبلها، ولكن أن هذا الغريم ديالو ما بقى شايف هذا الإطار فقط، بل تعدى هذا الإطار إلى إطار الاعتداء وإلى إطار محاولة القتل، بحيث أنه في هذا المحضر اللي عملته الضابطة القضائية ليلة وقوع الانتخابات ديال 9/6/1983 تيتهم فيه هذا السيد اللي قتلوا فيما بعد 27 يوم من بعد، كيتهموا هذيك الليله هذاك النهار تيتهموا انه جمع السكان ديال الدائره وجا في الشاحنه ديالو وجاب البندقيه ديالو وجا الى الضيعه ديالو واعتدى على الضيعه وكسر منزل الحارس وكسر الاسطبلات التي كانت مهيئه للماشيه، واعتدى على ما يقارب 500 متر ديال الانابيب ديال الماء ديال الرشاشات، وبحث عنه وصرح لزوجته ولأولاده وللحارس أنه لو وجد الضحية المشتكي لو وجده لقتله. كان ذلك ليلة الاقتراع، وقد واجه الضحية الموقف بالفرار بينما أرسل ابنه للاستنجاد بالدرك. جاونا الواحد الفطير فولفو كان يجو عامر وتاكتو العامر، وكا خويا شافهم وكيقول للدري عبد الرحيم انا يا عبد الرحيم، قالوا عمي زيد هيد جو مشى للسطح جاب الرجال الدراك، جاب الجدرني طلعوا شافوهم هاشمين بالزراوط وحسكوا بطاطا وحسكوا الشجر وحسكوا الليمون، ما بقاش ليمونه كل شيء طاح في الارض. حنا نتغاوطوا اخويا غادي نقتلوه، ايوا مشى جا خويا مسكين جاو هما يهجموا ودازهم اللور. إثر الهجوم تقدم الضحية بشكاية، لكن أي متابعة لم تتم. فما هي يا ترى الأسباب التي جعلت السلطات لا تحرك ساكنا؟ الفصل 31 تيقول: لا تجوز مباشرة أي متابعة لأي مرشح عملا بالفصول من 26 إلى 28 من هذا القانون قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات. إلا رجعنا لهذه الفصول 26 و 28 تلقاو أن من طياتها الوقائع اللي وقعت في 9/6/1983 أنه يد السيد وكيل الملك مغلولة بهذا النص هذا،
انه عرف انه كاين وقائع وعرف ان كاين كذا، ولكن يمكن لك تقولي لي ماشي كلشي دوك الناس اللي اتهموا بالهجوم على المسكن ديال السيد المرحوم سين صاد حاء ماشي كلهم كانوا مرشحين. يلا كان المحرض بوحده هو المرشح، انه كان يمكن عدم متابعه المحرض لانه مرشح، ولكن متابعه الاشخاص الاخرين. في الحقيقه في مثل تلك الظروف تكون المتابعات صعيبه، وان كان يجب ان تكون، لانه الا رجعنا للمحضر ما كاينش هذه الاقوال ديال الضحيه، كاين المعاينات ديال ضباط الشرطه القضائيه الذين عاينوا انه بالفعل قد عات اشخاص معينون فسادا في الضيعه ديال المرحوم سين حاء. ولكن لما استجوبوهم الدركيين قالوا ماشي هنا، هو الذي عات فسادا في ضيعته وفي منزله واراد ان ينسب ذلك الينا زورا وبهتانا. الضحيه في سرد الاحداث ديالو لما كان تيتكلم قال على انه تخبى في الغابه وطلب من ولده باش يمشي يعلم الدرك الملكي. في ذاك الفتره هما لما شافوا السياره الخفيفه مشات حسب لهم باللي هي ديال الضحيه، وهي بالفعل ديال الضحيه، ولكن حسب لهم باللي الضحيه هو اللي سيق، ما عرفوش هاي الضحيه باللي ركب في الجرار وتخبى في الغابه. فقرروا ذاك الساعه بصفه تلقائيه برد فعل فوري بدون تخطيط على انه عين ميم طلب من المشغل ديالو عين حاء يسمح له يتعقب هذيك السياره الصغيره ويدوسها ويقتل الضحيه اللي غادي توفى 27 يوم من بعد. استغل سين صاد بعد منزله عن محل الهجوم وفر إلى الغابة. في ذاك الحين ذهب ابنه إلى مدينة سطات على متن سيارة أبيه الخفيفة لإشعار السلطات، فلاحقته شاحنة حمراء. سائق الشاحنة قام بمطاردة ابن الضحية ظانا أنه سين صاد بمبادرة شخصية منه، لكنه لم يجد. هذه الفكرة دخلت له في دماغه، أو سمعها لي أول مرة، يمكن خباها العقل الباطن ديالو واحتفظ بها لواحد المدة حتى من بعد عاد غادي ينفذها. بالفعل من ذاك الحين وهما على حسب ما تيقول المتهم الأول عند الضابطة القضائية، وقضية القتل تدخل له في دماغه، وأنه 27 يوم من بعد 6 يوليوز 1983 يعني بعد إعلان النتائج ديال الانتخابات بما يقارب 26 يوم، وهذا هو الفراغ اللي كاين في المحضر، وهذا هو الفراغ اللي كاين في هذه القضية هذه، قرروا باش يقتلوا هذا السيد الذي لم يفوز بالانتخابات. لماذا؟ ما تلقاوش شي حاجه في المحضر اللي تدل علاش. مثلا واش لما درت هاد 26 يوم ديال النجاح هذا السيد اللي خسر واش مشى قدم طعون امام المحاكم وهذا حق من حقوقه؟ واش مثلا بدا كيحرض الناس والمواطنين ضد هذاك السيد المنتخب؟ هذا الشيء ما ثابت شيء. اللي ثابت ان المجموعه ديال الناس اللي تنتخبوا في هذيك الجماعه اجتمعوا داروا الرئيس ديالهم داروا النواب ديالو وانتهى الامر. ولكن الفراغ اللي تيبقى في هذه القضيه هذه، اشنو السبب اللي جعل من بعد 26 يوم ذلك المرشح الفائز الذي اصبح عضوا في الجماعه، اشنو السبب اللي جعلوه باش يخطط لهذه الجريمه؟ نهار 6 يوليوز كانوا مترقبين الخطوات ديالو، كنعرفوا انه نهار 6 يوليوز يوم وقوع الحادث شاهدوه وهو غادي بالسياره ديالو، وكان اليوم من ايام رمضان وهو غادي بالسياره ديالو لبن حمد.
اعتاد الضحية في كل رمضان وفي هذه الليلة بالذات ليلة القدر أن يتوجه إلى مدينة بن حمد لأداء صلاة العشاء، وكان قد تناول قبل ذاك طعام الإفطار عند أحد أصدقائه الذي هو في نفس الوقت منسق الحزب الذي تقدم تحت لونه وأخبره أنه مهدد بالقتل من طرف الجاني. عرفوه فين مشى لمدينة بن حمد عند شخص معين، هما ولاد المنطقة اللي ما كتبعدش على بن حمد، راس العين ما تتبعدش على بن حمد بحوالي 20 كيلومتر تقريبا، وهي على شكل مرتفعات، بحيث فيها مرتفعات إلى الإنسان كان واقف فيها يمكن تبان له مدينة بن حمد بأتمها، ويمكن له يضبط شكون اللي يخرج من بن حمد وشكون اللي غادي يدخل لبن حمد. الفكرة اللي جات هو تخطيط يجب الاعتراف بأنه تخطيط جهنمي، وإن كان تخطيطا أتى فجائيا، وهو أنه سيستعمل الشاحنتين معا. شاحنة غادي تمشي لواحد المنطقة، واحد المرتفع بجهة واد النعناع. لما تكون الشاحنة في هذه المنطقة التي تسمى واد النعناع، الراكب فيها يشرف على مخرج مدينة بن حمد تجاه السطات عبر الطريق الثانوية رقم 102. وخاصة أن هادو ولاد بلاد وحدة، ولاد منطقة وحدة، تعرفوا بعضياتهم. من سوء حظ الضحية أن سيارته ما كانت كتوفر إلا على جهاز واحد للإنارة من الأجهزة بجوج، ما كانتش عندها الجهازين بجوج مشغلين. الضوء الأمامي ما كانوش الضوئين الأيمن والأيسر خدامين، وهما تيعرفوا هذه الحقيقة هذه. فبمجرد ما طلعوا في المرتفع، سيارة اللي ركب فيها السائق اللي غادي ينفذ العملية اللي هو عين ميم، بقات كتسنى في واحد المكان للانطلاق. السيارة الأخرى التي ركبها أحد العمال ديال السيد عين حاء اللي هو المسمى ميم قاف، صحبة السائق الآخر المسمى غين زين أو غين زاي، وباش نزيدو نميزو أكثر نقولو غين زاي راء لأن عنده اسم ثلاثي. هاد غين زاي راء ركب معاه هاد العامل أو المستخدم ديال صاحب الشاحنتين اللي هو ميم قاف، ووقفوا في المرتفع مباشرة بعد انتهاء صلاة التراويح بين 9 ونص. وذاك الفترة كان شهر رمضان المعظم تيجي في الصيف، لأننا حنا في الصيف سنة 83. أذان العشاء وصلاة التراويح كانت تقريبا في هذا الوقت هذا، على الساعة 9:15 بانت لهم السيارة التي لا تتوفر إلا على ضوء واحد أمامي، خرجت من بن حمد. أعطاوهما الإشارة من ذاك المرتفع اللي في نفس الوقت تيشرف على بن حمد من الجهة الشمالية وتيشرف على راس العين من الجهة الجنوبية. عطاو الإشارة للجنوب ديال واد النعناع للسيارة الأخرى للشاحنة، الإشارة اللي تتقول لهم على أن المعني بالأمر الهدف المقصود راه خرج من بن حمد. عمل الضوء الكاشف الأكبر المعبر عنه بالفار حتى تأكد على أن المعني بالأمر هو المقصود، هو هذا نفسه. ومباشرة وبعد ما كان المحرك ديال السيارة تيسير، مباشرة بعد ما جاء في المنعرج تقدم
اللي هي جهة الباب ديالو ديال السائق، واللي على ما اعتقد كانت الضربة الحاسمة، واللي خرجوا على اثرها بما يقارب 9 الامتار عن الطريق المعبدة، ثم عاد بدا تيدخل كما سلف ذكره باش ينهي العمل ديالو. حين وقوع الحادثة مر الأستاذ عين ميم وهو شاهد في القضية. وصل إلى مكان الحادث فأخبره السائق أنه اصطدم بسيارة سين صاد. اقترب الشاهد من السيارة فوجد أن صاحبها فارق الحياة ولم يلمح الابن، فأخبر الدرك. رجال الدرك الملكي خرجوا لعين المكان، تلقاو سيارة خفيفة من نوع داتسون على ما أعتقد، المارك ديالها هو الضحية المرحوم سين صاد، وكان يركب معه ابنه سين صاد كذلك، واللي أصيب بجروح خطيرة والفض الأنفاس ديالو أثناء الانتقال ديالو للمستشفى. من بعد ما عملت التحريات ديالها الضابطة القضائية تبين أن مالك الشاحنة اللي تثبت في الاصطدام الذي وقع مع السيارة الخفيفة، واللي يمكن لنا نسميوه من الآن عين حاء، أن هذا الشخص كان بينه وبين الضحية نزاع من أجل الانتخابات. وجاو فيه بالكامل يوم الفوق، ياو شفتنا الأخبار قلنا انت على ورا الحصال الناس ونصيبوا الطوموبيل وقع ملجونة فوقه. عادوا ما يجيو الناس وجاو الجدارمية، عادوا ما يجيبوا حلوا الطوموبيل حديد دقدق فوقه مسكين وكم تالي، وهذاك الشيء اللي عطاني. كاينين الفضوليين اللي تيكونوا دائما في حوادث السير العادية في عين المكان، واللي عادة تيبداو يعملوا ما يسمى بإعادة التشخيص، تيبداو يحكموا، تيبداو يقولوا هذا كان جاي من هنا، هذا كان جاي. ذاك الساعة الهمس الذي كان يتهامس به المواطنون اللي حضروا تيقولوا على أن هذه حادثة سير ما هي شيء عادية. هاد الناس اللي تيقولوا أن هذه حادثة سير ما هي شيء عادية هما الشهود الأوائل اللي حضروا، اللي من جملتهم أحد الزملاء الذي افتقدناه في هذا الإقليم وتوفي رحمه الله، واللي هو أول من شاهد وقوع هذه الحادثة. بانت له على أن الشاحنة التي ارتكبت الحادثة كانت الأضواء ديالها تتمشي وتتجي بهذه الطريقة، تتمشي لقدام وتتجي للور، ولما جا لعين المكان تبين له رغم وجود الليل من الآثار الموجودة في الأرض على أنه ما هي شيء ديال واحد الحادثة عادية اللي تتصفر عادة على انزلاق بخط متصل. بان له أن الآثار هي خطوط منقطعة، خط إذا صح التعبير منقطعة، فتبادر لذهنه على أنه يمكن تكون فعل عمدي. حين استنطاق المتهم عين ميم عما نسب إليه قال إنه كان متوجها إلى ابن ملال بأمر من مشغله، وإنه استعمل الأضواء للضحية في المنعرج حتى بوغت بصدمة انفصلت على إثرها عجلة الشاحنة. والحقيقة أن الجاني الذي لم يصب بأدنى مكروه رغم قوة الصدمة نزع العجلة حتى يكتمل السيناريو. كانوا ناويين من بكري ما كيوجدوا ليه، قبل كيوجدوا اللي اتصلوا به انتو احنا حاسين به غادي نروح راه حاضي راسو زعما، ولكن غدروه مول الكاميون لك علمني، مول الكاميون غادي يقتلوه علمني، قال لي لا باقيش تركب معاه الحاج صالح، لا باقي تركب معاه راك غادي تموت، نهار يموت غادي تموت معاه. فهمتي؟ وجيت انا وقلتها للحاج صالح قلت حدي راسك راهم غاديين يقتلوك، هي ما عندهم المازوت وانا عندي لسانس ما يصوروا مني والو. حين كان الضحية وابنه في طريقهما إلى بن حمد أبصرهما السائق عين ميم، فنقل الخبر إلى عمه الذي هو مشغله في نفس الوقت،
فأمره أن يستضيف كل من غين زاي سائق شاحنة أخرى وميم قاف عامل عنده ليتناولوا معه طعام الإفطار. وأثناء تجمعهم أخطرهم بفكرة القتل فرتبوا لحادثة السير، وكلف عين ميم أن يقوم بالمهمة ويدوسهما بالشاحنة، موضحا له أن السائق الآخر لا يمكنه ذلك فقد سبق له أن ارتكب حادثة سير، وإن قام هو بتنفيذ خطة الحادثة يحرم من رخصة السياقة نهائيا. فكان ذلك ووزعوا الأدوار بينهم وخرجوا للتنفيذ. نهار وقعت الوقعة هذاك النهار كان رمضان، ومن العادة ديالي أنا كنفطر دائما في المحل ديالي برا وهو ما يسمى بدكان، ولأجل الفطور ديالي برا هو إقامة المواطنين مع المواطنين باش يتناولوا معايا طعام الفطور اللي ما عندهمش فين كيتناولوه. وهذيك الليلة بالضبط أنا جالس مع شي ناس باكين عندي خاطرو، حتى داز علينا السيد فات المغرب واحد شوية، وملي فات دايز مشى الضوء بولا شاعلة وبولا ما شاعلاش، وتا مهما كملنا الفطور ديالنا ناضوا هادوك الناس شوف حالهم. حضرت أنا الريدو ديالي داخل داري، بان ليا الحاج محمد المعود تابع من وراء ملي داز شويه. دخلت للدار، مهما يلاه دخلت للدار دق عليا السيد، واحد السيد من هذوك الناس اللي هما فطروا عندي، سمعوا اخبار ديال الحادثه ديال قالوا بانه كاينه حادثه الفوق في الشانطي راها طرات. قالوها ليا، قلت لهم ودي عيل خرج الطوموبيل ديالي ونمشي نشوفوا هاد الحادثه. مهما طلعت بالطوموبيل مع هادوك الناس اللي كانوا عندي، طلعنا نصيبو نضرب في قرب الشانطي، ضربوا الكاميون. مهما لحقنا انا تفاجئت، مهما سولت على هذاك مول الكاميون ستو راكب في الكاميون ديالو، قلت له ولدي انت منين؟ قال لي انا غير من هنا. قلت له منين انت؟ قال لي ولدي انا من ولاد السعيسه. قلت له الكاميون ديال من؟ قال لي ديال فلان. قلت له مالك ولدي على الحاله؟ قال لي خرج ليا ما شفتوش كذا ما كذا الى اخره. ايوا قلت له ولدي جينا بغينا نستنى الدري تحت الطوموبيل ديال ولدو، جينا مع الناس مهما مشيت صدت الناس قويت الناس كما كاين، منهم الصديق وبعض الناس أكثرية ديال الدوار تما مجموعين تما كاين بزاف. مهما لحقنا قلت لي ودي نقعدوا هاد الطوموبيل، نقز عليا الشيفور ديال مول الكاميون قال لي لا ما تقربوش ليه خليه بوه تما كيموت. شدك يجي ميت شد خويا مكروز عليه الطوموبيل بالك كيف مكروزه ومدقدق وانا نتشغلت وجاو الشافعة مديا قالوا لي هذا جابوا البالسات وجابوا كل شيء وحلوا، هذا حل الطوموبيل فرشخه فوقو وقمت كاين الكروات وهذوك كيف كايا وبسم خويا. كانت ضربة قاضية عنيفة لدرجة أن الشاحنة التصقت بالسيارة ولم يتم فصلهما إلا بجرار. ورغم كل العناصر التي تم إدخالها من نزع العجلة الأمامية للشاحنة للادعاء أن سيارة الضحية هي التي صدمته من الجهة اليسرى، ثم إخراج ابن الضحية ووضعه تحت العجلات بدعوى أن الباب انفتح وسقط منه، فإن كل المعطيات كانت تنذر بأن الفعل عمدي. فالرسم البياني للحادث يظهر بوضوح عنصر العمد في النازلة، فالسائق أخرج سيارة الهالك بعدة أمتار عن الطريق المعبدة، كما أن آثار العجلات تدل على أن الصدمة كررت عدة مرات. فقد كان عين ميم يعود إلى الوراء ويسدد ضرباته إلى السيارة حتى أصبحت السيارة والضحية جسدا واحدا.
وتدل كيفية تنفيذ الحادثة الجريمة على مدى الحقد والكراهية التي يكنها المتهم وعماله للضحية، ويبدو أنهم ليسوا العنصر الوحيد المنظم. فأيام قبل وقوع النازلة اجتمع عدد مهم من أهل الدوار عند أحد شيوخ القبيلة واتفقوا على جمع مقدار من المال للقاتل كفدية عن الخسارة التي ستلحق بشاحنتيه إذا نفذ بهما الجريمة. والغرض طبعا التخلص من الضحية سنصاد الذي يعلم كل أهل البلد من خلال طباعه أنه لن يسكت ولن يدع غريمه يتمتع بفرحته في الانتخابات، وهو ما حصل فعلا. فالقاتل فقد كل شيء، حريته، فوزه، لأنه نسي القصاص الإلهي وحاول أن يقتص لنفسه بنفسه. الأرض فدان ربي والخلق مجموع فيها، عزراين حصاد فريد مطامروا في كل جهة. الفعيل فعل الشر مقبوض، فعل الخير سالك، بالك بدراهمك جابتها لك. يا قايل العار كيف يحلى كلامك، تمرض ولا تصار وتفكر الناس عارك. هالقلب قلبي يتقطع بالمواس، ما جا ما برا نواحو، من كوا الناس يصبر الكيات روحو. حي وانت الحي، لا تخمم في ضيق الحال، شوف عند الله موسحها. الشدة تهزم الردال والرجال تقطعها. تخلطات ولا بغات تصفى، والعب خزها على ماها. حي وانت الحي. تأرجح المتهمون كثيرا في مواقفهم وحاولوا أكثر من مرة نفي وإنكار التهم المنسوبة إليهم، لكن فرار ميم قاف والشكل الذي مرت به الحادثة والنزاع الحاصل بين الضحية والجاني أثبت عليهم التهمة. كان واضح لجميع هاد الناس اللي قاموا بهذا الفعل. السائق اللي نفذ، السائق اللي كان فوق واد النعناع واللي عطاه الإشارة، شنو اللي بقى صاحب الشاحنتين. ما استطاعتش الضابطة القضائية تستمع له في نفس اليوم، ولكن الشهود اللي كانوا حاضرين لعين المكان صرحوا للضابطة القضائية، ومنهم الشهود اللي ذكرنا كلهم، سواء الشاهد عين ميم اللي هو أحد الزملاء المرحومين، أو الشاهد طاء ميم، أو الشاهد صاد باء. هؤلاء الشهود كلهم قالوا على أن سائق الشاحنة قد أتى في الشاحنة التي أعطت الإشارة وعاين موت غريمه، ووصى، وهذا هو المهم، وصى السائق ديالو، قال له تبت وكون راجل وما تخافش، يعني تبت وقول أنها حادثة سير عادية، واخا الضابطة القضائية تلقى تشك أو كذا أو كذا، أنت تبت في الأقوال ديالك. ما لقاتوش الضابطة القضائية في دارهم. أتى عينحاء إلى مكان الحادثة برفقة سائقه الثاني غين زاي بعد إنهاء مهمتهم، ولما تأكد من موت خصمه شجع السائق مرتكب الجريمة ونصحه باليقظة لمواجهة الموقف، ثم رجع إلى رأس العين بعد رفض أحد الشهود الذي لامه على فعلته نقله إلى الدار البيضاء، فاستقل سيارة أجرة إلى سطات ومنها إلى البيضاء، فمر بسوق الجملة للخضر، ثم ذهب إلى الرباط ليتصل بأحد الأشخاص الذي لم يجد عنده مساعدة، وقبل ذلك سلم لغين زاي 100 درهم قال إنها لتغطية تكاليف البنزين. لما أحس عينحاء أن كل الأبواب موصودة في وجهه وأن الدرك يبحث عنه، نصب عنه محاميا وسلم نفسه.
الشيء اللي ما تعرفش حتى أثناء المحاكمة الأسباب، لأن الأسباب التي قيلت أنا شخصيا وهذه وجهة نظري ليست أسباب مقنعة، لأنه لا يعقل أن إنسان غادي يكون عنده خلاف انتخابي مع إنسان آخر لمجرد وقوع هذا الخلاف هذا غادي يمشي يفكر في القتل ديالو، خاصة أن منفذ العملية أو الذي نسبت إليه واللي أصبح الآن مقتضى حكم نهائي حاز قوة الشيء المقضي به، يمكن يتوصف أنه بالفعل قام بالأفعال المنسوبة إليه مقتضى قرار قضائي. أقول ما كانش عنده شي مصلحة في وقوع هذه الجريمة، ما كانش عنده شي دافع اللي يدفعوا لهذا الوقوع هذه الجريمة، لأنه إلا جسدنا الشنآن اللي كان بينه وبين الضحية هو شنآن من أجل تمثيل المواطنين في كرسي من كراسي الجماعة القروية، حصل عليه على هذا الكرسي هذا والآخر ما توفق شيء، فما بقى عنده مبرر. لو كان الأمر عكس ذلك، لو أن الضحية كان هو اللي فكر باش يقتل، هو القاتل، غادي نقولوا على أنه بما أنه مشات ليه الانتخابات، بما أنه كان ممثل السكان لفترات الانتخابية 3 فترات أو فترتين على الأقل، وأنه مرضى شاي أمام السكان أو كذا، غنقولوا كاين مبرر، رغم أنني تنقول دائما وأؤكد أنه ما كاينش جريمة عندها مبرر. قد يكون من أسباب القتل تصفية حسابات شخصية محضة، وقد يكون السائق نفذ الجريمة بتلك الصورة لإهانة تعرض لها أبوه، وقد يكون الدافع التحريض، وقد يبقى الدافع النزاع على الانتخابات، وقد تجهل الأسباب الحقيقية، إلا أن ما هو ظاهر هو النتائج المترتبة عن الجريمة، والتي سببت في مأساة حقيقية من يتم وتشرد تعاني منه كلتا الأسرتان. باش تتسوقلونا حنايا المخزن اللي كاين داز قدامهم ما تسوقلوه، من بعد شهر بقات رمضان 6 أيام ولا 7 أيام جاوبوا لي الكامية تعرضهم لي في الطريق وقتلوه وخلوا خيمته 40 خلق دايعة مشتة دايعة، كل واحد مشى لبلاد 4 العيالات، كل واحد مشى، هذا جا من الخدمة ديالو سي محمد اتعاقرت معنا اتعاقر بالك في خدمتك قال لك غنعمر الدار. حنا جلسنا بوحدنا تنتخوف، نهار جناه من سطات جنا القبوره بجوج دينا مدفنام، حتى شي واحد ما لحق عندنا دفنام بوحدنا. علاش؟ لان واحد العدد ديال البشر مشارك في الجريمه ديال الاول، اللي ما مشاركش في القتل مشارك في الهجوم، واللي ما مشاركش في الهجوم عاطي الفلوس باش يقتلوه. لو كان كنت مؤلف نألف كتاب على هاد الحالة اللي جرات لنا احنا، عائلة كتتكون من 70 فرد، بقينا متشردين. دابا خوتي شي في طنجة، شي في دار بيضاء، شي في مراكش كيتكرفسوا، كلنا بقينا عايشين مكرفسين. ودقست عذاب شديد، انا ولا الشهود اللي دقسوا في الحجه كلها هي دقسوا قضاء التحقيق دابا، واليوم عييت من الغوط ومن الصداع، قلت له انا سامح، ودرنا تنازل، ها تنازل الافراغ الحجوج كلها هي عندي، هاد الارض اللي باركه ديال الوالدين وشريت بالحجه ديالها كاينه. عائلة الضنين صودرت كل أملاكها. إن هذا المنزل الذي يقطن فيه أبو المتهم عين ميم وأخو المتهم عين حاء اشتراه من المزاد العلني نظرا لقيمته العاطفية، فهو بيت الأجداد. وحسب ما جاء في كلامه معنا، فإن محرضي أخاه وابنه هم أول من حضر المزاد لشراء الأملاك بأضعف الأثمان. أما ابن الضحية فهو الآخر الوحيد من إخوته الذي أثار حياة البادية على حياة الحضر التي كان يحياها قبل وفاة أبيه.
أمام المحكمة من بعد ما انتهى التحقيق وصدر القرار بإحالتهم على محكمة الجنايات. أمام محكمة الجنايات الكل أنكر الأفعال المنسوبة إليه. ماشي كل إنسان انكر الأفعال المنسوبة له معناه أن الإنكار ديالو غادي يفيدو، كما أنه إلا نظرنا نظرة معمقة للقانون ماشي كل إنسان اعترف فطور من الأطوار تتكون الإدانة ديالو مؤكدة. تبقى هذه مسألة ديال الصناعة القضائية وديال السلطة التقديرية ديال القضاة، لأنه يوم المحاكمة حضروا الشهود وحضروا المطالبين بالحق المدني، وتبين مع كامل الأسف على أنه الأفعال كاينة ووقعت. بعد اعتراف المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم وطبقا لفصول القانون الجنائي المغربي، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام على المتهمين عين حاء وعين ميم وميم قاف الموجود في حالة فرار، وبعقوبة السجن المؤبد على المتهم الرابع غين زاي، وعلى المحكوم عليهم بالصائر ومصادرة البندقية والسكين لفائدة الخزينة العامة، وبإرجاع باقي المحجوز لأصحابه الشرعيين. بالفعل طعن الثلاثة الذين كانوا في حالة اعتقال بالنقد في هذه الأحكام، فصدرت 3 أحكام برفض هذه الطلبات، وكلها صدرت في 27/11/1984. في ماي 1985 ألقي القبض على المتهم الفار بناحية بني ملال، وتمت محاكمته في يوليو 87، وقد حاول إنكار التهم المنسوبة إليه والادعاء أنه غادر دوار والده منذ 75، إلا أنه لم يستطع إثبات ذلك، كما أن اعتراف المتهمين السابقين والشهود أثبت إدانته. حكم على ميم قاف ب30 سنة سجنا نافذة، وهو حكم مخفف مقارنة مع سابقه، ذلك أن القضاء ابن بيئته، فالحكم على ميم قاف صدر بعد مرور 4 سنوات على الجريمة كانت فيه الأعصاب والنفوس قد هدئت. فالقضاء يعاقب من أجل مخالفة القانون والثأر للمجتمع وعائلات الضحايا، ومن أجل تهدئة الغضب الذي تحدثه الجرائم. الحمد لله العدالة عطاتنا الحق ديالنا، حكموا عليهم بالإعدام، عطاونا الحق ديالنا مزيان. رحنا كنا نساب اختيرام مع بورا واخذ 2 هاد الرجاله في المحمديه، والكلمه لا كذبت فيها انا نسينا عليها بخط يدي بالحبس. راه 2 هاد الرجاله، واحد يقول ادريس وواحد يقول شعيب، رحنا نساب خاوه تامه. ما عرفت هاد الراجل كيفاش لقاو ليه القضيه، رحنا نساب، رحنا خاوه تامه مده مديده احنا كان عايشين معاه. ولا كان في حلوه الدري تقول شي بحال قوى منه. يا ماشي يا خويا.
إذا كان المجرمون قد أخذوا ما يستحقون من عقاب، فلا مبرر أن تبقى العلاقات متوترة بين عائلة الضحية والضنين، خاصة وأن الحادث مر عليه أكثر من 10 سنوات عاد خلالها ابن الضحية الثقة في نفسه وفي أهل البلد الذين انتخبوه عضوا في الجماعة. لتطبيع العلاقات فكرت عناصر من القبيلة في دفن الماضي وإصلاح العائلتين ليبدأ صفحة جديدة، وقد كان وجودنا عاملا ساعد على تحقيق الصلح. فهل اعتبر أي شخص وفكر مليا في العواقب قبل الإقدام على ارتكاب جرائمه؟ فلا شيء يبرر الجريمة وبالأحرى القتل مهما كانت الدوافع. ثم إن عدالة البشر تظل رغم اتخاذ كل الاحتياطات عدالة نسبية. يصلح مع القبيلة عبد الرحيم الفضل يرجع لعبد الرحيم، راه هو اللي قاعد وصلحنا ودخل مسكين انت كل شيء. لا شيء اكيد. هذا نهار زين. السعد بيتوضا غادي ندقوا لا يسال على هذا، ما شفتش الدكان. ماذا لما نقولوا الله يسامح ومرحبا 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 وصافي. وجاد الرحمن برحمته وتعرقوا الحباب وتسامحت النفوس، زالت الغبينة وتوالفت القلوب توالفت وندمت العقول وصحات ملي هاد القلوب توالفت على العشرة والخير فوق هاد الأرض اللي خير الله من هاد الفاق. وسبحان الحي في خلايقه صالحت الخواطر وتصلحت النفوس. ايوا اش خصو البلاد؟ خصو الصينيه مع البراد. الصلح بغاتاي حي وانت الحي، حي وانت الحي. الهم يستاهل الغم والسترا ليه مليحه، رد الجلد على الجرح تبرا وتولي صحيحه. لا تسرج حتى تلجم وعقد عقده صحيحه. لا تتكلم حتى تخمم لا تعود لك فضيحة. حي وانت الحي. العقل الضاوي سريع البسمة، كل انسان عنده محبوب. عاطي قلبي بلا قسمة وعمد الله الاجر محسوب. واخا ذنوبنا عرمة واخا ظهرت فينا العجوب، ما تسمعوا مني غير كلمة، الحماق هو قساوة القلوب. حي وانت الحي. حبيبك حبه والشر اللي بينكم تخفيه. إلا حبك حبه كتر وإلا باعك لا تشريه. الصاحب يا الصاحب لا تلعبه والنار لا تفوت عليه. حي وانت الحي، حي وانت حي، حي وانت الحي، حي وانت حي.